بس يا محمود بس بعد الزوم كده يا جماعه. طب يا حضرات بعد الزوم بعد حضرات فين يا حبيبي؟ ممكن تشيلوا معانا بس اشيل معاك انا معلش كده يا اختي. طب ما بينا حضرتك بتاع الكلمه بص بص عليه بضحك فيه واحده ماشي بص كده واحده ربنا ما مش معايا مش عايز الزحمه ده حتى الناس متعاونين معانا في لا اله الا الله لا اله الا الله يا انس يا انس يا انس يا جماعه يلا يا انس معلش معلش انس اخباره ايه؟ اطمن على ابوك يا ابني في الجنة ونعمة ان شاء الله. مش احنا عايزين كده. دكتور محمود حبيبي مع السلامة يا دكتور. والله مبتسم اهو. والله العظيم مبتسم اكتر من كده يا جدعان. والله اكتر من كده مبتسم اهو. استنى يا ابني استنى يا ابني. خلاص شايف مبتسم اهو. مع السلامة. ايه ده دول اللي احنا صالحين. والله مبتسم اهو. مبتسم والله اهو. اكتر من كده شهادة. مبتسم والله اهو. اصبر الله. مبتسم والله العظيم مبتسم اكتر من كده ابتسامه اكتر من كده ابتسامه اكتر من كده ابتسامه وهنخش هيخش الجنة هنقرأ في الجنة هنقرأ في الجنة ان شاء الله هنقرأ في الجنة ان شاء الله براحتك احنا مش ماشيين احنا قاعدين احنا قاعدين براحتك يا حبيبي افتح كده بس اهو يا حبيب قلبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الصوت الثاني اهي تقول في صوت واحده قول يا ولاد يا بابا هو لسه اهو دم الشهيد دم الشهيد وابتسامة الشهيد الصور دي فيش والكلام ده كان عليه راح يا جماعه هو كده يكون في ايده يعني معنى كده ان هو ممكن يكون متبصم على حاجه عشان يتحط بصمات في اي حته ثانيه طالما متبصم وهو ميت بصمات وهو ميت بتختلف هو عن هو صاحي علي صوتك وفاضي وكلمت قول يا حبيبي دكتور هشام خفاجي يا اخوانا في بصمات كده بتميز في ايده كده بعد كده حضرتك مع الوش صح مع الوش اللي بيصور هتجيب مع الوش حاج ترجع انت انا بس عاوز اشرب انا بريت كده هتجيب مع الوش هتجيب مع الوش انا مش قوي التصوير لا انا بس عشان هو اللي عايز يجيب مع الوش عشان هي تبقى يعني مين عمده الدكتور هشام اسمه تاني حاجه الدكتور هشام خفاجي يا اخوان الدكتور هشام خفاجي اسمه الدكتور هشام خفاجي مبصمين ايده عشان يتهموه ايده متبصمه اهي ايده متبصمه اهي دكتور هشام خفاجي مبصمين ايده اهي متبصمه علشان يلبسوه التهم الدكتور هشام خفاجي ايديها هي متبصمه اهي وبس انا مفيش اكتر من كده مش هنقول ان احنا على الحق اكتر من كده